زوجين بيلاقوا شنطة مليانة بالفلوس بتغير حياتهم تماما، ولكنهم بيتصدموا لما بيعرفوا مصدرها. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ لما مجموعة من الأشخاص كانوا بيتمشوا في غابة مهجورة، والزعيم بتاعهم واللي بيكون اسمه إيلين بيتصل بشخص اسمه كيرا وبيقوله إن كل حاجة تمام وإن البضاعة هتوصل له قريب. ولكن في اللحظة دي فجأة بيظهر دب ضخم قدام المجموعة، فبيتصدموا وبيطلعوا يجروا بسرعة، والدب بيطلع يجري وراهم. وفي نفس الغابة دي بنشوف ست كانت مريحة جنب عربيتها، وفجأة بتيجي عربية كانت ماشية بأقصى سرعة وبتصدمها بكل قوة. وبعد ما الراجل اللي كان سايق واللي بنعرف إن اسمه ميشيل نزل من العربية، اتصدم لما لاحظ إن الست فرقت الحياة. وفي الوقت ده جوز الست واللي بنعرف إن هو كيرا اللي كان بيتكلم مع إيلين من شوية بيرجع لمراته وبيتصدم لما بيلاقيها ميتة. وميشيل لسه بيقرب منه علشان يفهمه اللي حصل. الراجل كان خايف جدا وقرر إنه يهرب، ولكن وهو بيلف جسمه رجله بتتزحلق في الجليد وبيقع على جذع شجرة وبيفارق الحياة هو كمان. وفي أقل من 5 دقايق ميشيل اتسبب في وفاة شخصين بالغلط. ولما لاحظ إن مفيش حد موجود حواليه قرر إنه يهرب بسرعة ويرجع لبيته. ولما وصل وبدأ يحكي لمراته كاتي عن اللي حصل، اتصدمت وسألته طيب ليه ما بلغش الشرطة مادام ده حادث غصب عنه. وميشيل رد عليها لأنه ما دفعش تأمين العربية، وخاف أحسن الشرطة تحجز على كل ممتلكاتهم وتسجنه. ولما كاتب تسأله إذا كان لمس عربية الضحية بإيديه وميشيل بيقول لها أيوة لمسها، كاتي بتطلب منه إنه يوديها المكان الحادث. وبالفعل الاتنين بيروحوا لهناك وبيبدأوا يمسحوا أي بصمات تخص ميشيل من مكان الحادث. ولما كاتي بتشوف شنطة اليد بتاعت الست اللي توفت وبتلاحظ إنها من النوع الغالي جدا، بتبدأ تشك في إن الناس دول أكيد أغنياء. وعلشان كده الفضول بياخدها وبتروح تفتح صندوق العربية بتاعتهم، وشكها يا صديقي بيطلع في محله، لأنها بتلاقي في صندوق العربية شنطة مليانة بالفلوس. وفي اللحظة دي نظرة ميشيل وكاتي للحادث بتتغير تماما، من مسح البصمات من مكان الحادث للتفكير في التخلص من الضحايا علشان الفلوس تبقى ملكهم ويخفوا أي أثر للحادث. وبدون ما يضيعوا وقت كاتي بتجر جسد الست وبتحملها في العربية، وبتطلب من ميشيل إنه يروح يجيب الضحية التانية. وبالفعل ميشيل بيروح لجثة الراجل، ولكنه بيلاحظ إنها متثبتة على جذع الشجرة ومش بيكون قادر يحركها. فبينده على مراته علشان تيجي تتصرف. وبالفعل كاتي بتروح له وبتمسك منشار كهربائي وبتقطع جذع الشجرة اللي متعلق عليه جسد الراجل. وبعدها بيحملوا الاتنين في العربية بتاعتهم وبيرجعوا للبيت. وبعد شوية لما راجل بيشوف عربية الضحية المهجورة في طريق الغابة بيتصل بمأمور القسم بودن وبيبلغ عن العربية. ولما بودن بيعرف إن العربية مش بتعطل سير الطريق بيبلغ الراجل إنه يسيبها مكانها وهم هيشوفوها بعدين، لأن عيد الميلاد قرب ومحدش من الشرطة فاضي. وبنرجع لكاتي اللي كانت قاعدة بتعد الفلوس اللي في الشنطة، وبيطلعوا 2 مليون يورو، فبتفرح جدا هي وجوزها ميشيل. واللي في الوقت ده بيفتح شنطة اليد بتاعت الست المتوفية وبيلاقي جواها مسدس. ولما كان بيشوف إذا كان متعمر ولا لأ، فجأة بيضرب رصاصة بالغلط كانت هتصيب مراته، ولكن لحسن الحظ الطلقة عدت من جنبها وجت في الحيطة اللي وراها. ووقتها ميشيل وكاتي بيبدأوا يشكوا إن الضحايا دول وراهم سر خطير، لأن مستحيل يكونوا ناس عادية ومعاهم سلاح وشنطة فيها 2 مليون يورو. وقبل ما يفكروا في أي حاجة فجأة بيسمعوا حد بيخبط على الباب، فكاتي بتشيل الفلوس والسلاح جوه الشنطة بسرعة. ولما بتروح تفتح بتتصدم لما بتلاقي الضابط بودن في وشها، واللي بيكون جاي علشان ياخد الشجرة بتاعته من عندهم. ووقتها بنعرف إن ميشيل وكاتي بيكونوا شغالين في إنهم بيبيعوا شجر عيد الميلاد. ولما كاتي بترحب بيه وبتدخله للبيت، ميشيل بيكون واقف قدام الرصاصة اللي في الحيطة وبيحاول يداريها بجسمه. ولحسن الحظ بودن ما لاحظش أي حاجة غريبة، وطلب من ميشيل إنه يجي معاه علشان يحملوا الشجرة في العربية. وبعد ما بيخرجوا مع بعض ميشيل بيتصدم أول ما بيلاحظ إن في ضحية رجلها باينة خارج العربية، وبدون تفكير بيروح يداريها بجسمه بسرعة. والظابط بودن مش بيلاحظ أي حاجة برضه. وبمجرد ما بيمشي كاتي وميشيل بيروحوا يبحثوا على الإنترنت عن كيفية التخلص من أثر الضحايا، والنتيجة الأولى اللي بتظهر ليهم هي إطعام الضحايا للخنازير. ولكن لأنهم بياخدوا وقت طويل في الأكل، كاتي بتستبعد الفكرة دي لأنهم عايزين يتخلصوا من الضحايا في أسرع وقت. فبيروحوا على نتيجة البحث التانية، واللي هي ذوبان الضحايا في حمض معين. ولكن لأن الزوجين ما عندهمش أي خبرة كيميائية بيستبعدوا الفكرة دي برضه.
وفجأة خطرت على بال كاتي فكرة مختلفة تماما، واللي هي إطعام الضحايا للدببة اللي في الغابة. وبالفعل تاني يوم بيحملوا الضحايا على مركب وبيروحوا لمكان معين في المحيط مشهور بتجمع الدببة السوداء، وبيحطوا الضحايا هناك وعليها طبقة من العسل علشان يضمنوا إن الدببة تلاحظ وجودهم، وبعدها بياخدوا بعضهم ويمشوا. وتاني يوم لما بيرجعوا للمكان علشان يطمنوا على نجاح خطتهم، بيتصدموا لما بيلاحظوا إن الضحيتين لسه موجودين زي ما هما. والأغرب من كده إنهم بيلاقوا ضحية تالتة موجودة جنب الضحيتين بتوعهم. فكاتي وميشيل انهاروا تماما وقالوا هو احنا ناقصين يا ربي. وبنعرف إن الضحية التالتة دي تخص إيلين، الراجل اللي ظهر في أول الفيلم والدب بيجري وراه هو والمجموعة بتاعته. وفي الوقت ده كاتي قررت إنها تغير الخطة، واقترحت على جوزها إنهم يرجعوا الضحايا للعربية بتاعتهم في الغابة علشان الموضوع يبان إنه حادث وخلاص. وبالفعل ميشيل وكاتي بيحملوهم في العربية، والغريبة إنهم بياخدوا معاهم الضحية التالتة اللي لقيوها. وبعد شوية بيجي اتصال للضابط بودن من نفس الشخص اللي كلمه قبل كده بخصوص العربية المهجورة، والمرة دي بيقوله إن العربية بقى موجود فيها 3 ضحايا. فبودن ما كانش قدامه حل غير إنه يروح لهناك بسرعة، وبيكون معاه المساعدة بتاعته فلورنس، والاتنين بيبدأوا يحققوا في الحادث. وفي الوقت ده ميشيل وكاتي بيكتشفوا إن السلاح اللي يخص الضحايا لسه موجود معاهم، فبيقرروا إنهم يرجعوا للغابة علشان يحطوا السلاح مع الضحايا. ولكنهم لما بيوصلوا للمكان بيلاقوا الدنيا مقلوبة، والمحقق بودن بيوقفهم وبيسألهم هم رايحين فين. وكاتي بترد عليه رايحين للسوبر ماركت. ولما بتسأله هو ايه اللي بيحصل، بودن بيحكي لها عن ال3 ضحايا اللي لقيوهم، وبيقول لها انهم شاكين انها جريمة قتل، ولكنهم لسه ما وصلوش لأي دليل، بس أكيد هيقبضوا على المجرم قريب. وأول ما كاتي وميشيل بيسمعوا الكلام ده بيتوتروا جدا، وبيستأذنوا من بودن وبيمشوا بالعربية بسرعة. وبعدها ميشيل بيقترح على مراته إنه يسلم نفسه للشرطة أفضل ويعترف لهم بالحقيقة، على أمل إنهم يدوله عقوبة مخففة. ولكن كاتي بترفض تماما، وبتقوله إنه لو اتسجن هي مش هتعرف لوحدها تربي ابنهم اللي مصاب بمرض التوحد، وكمان مش هتقدر تسدد الديون المتراكمة عليهم، لأنه لما يسلم نفسه أكيد الشرطة هتوصل لشنطة الفلوس وهتاخدها. وساعتها ميشيل بيتراجع عن الفكرة وبيوافق إنه يفضل مع مراته. وفي الوقت ده بتوصل معلومات جديدة للضابط بودن، وبيعرف إن أول ضحيتين يخصوا راجل ومراته شغالين في تجارة الممنوعات، والضحية التالتة تخص راجل اسمه إيلين شغال مهرب. وده معناه إن ال3 ضحايا عبارة عن عصابة كانوا ناويين يعملوا صفقة مع بعض. وفي الوقت ده ميشيل بياخد مراته كاتي وبيروحوا لصديقة قديمة يعرفها صاحبة فندق كبير، وميشيل بيطلب منها إنها تكذب وتقول للشرطة لو سألوها إنهم كانوا بايتين في الفندق بتاعها يوم الحادث وهيديلها فلوس كتير. وبالفعل صاحبة الفندق بتوافق. وبعد ما الضابط بودن والمساعدة بتاعته بيراجعوا كاميرات المراقبة، بيلاحظوا إن مفيش عربيات خالص دخلت للغابة من الطريق الرئيسي يوم الحادث. وده معناه إن المجرم اللي حط الضحايا في العربية دخل وخرج من طريق تاني. وبما إن مفيش طريق يوصل للغابة غير مزرعة الشجر اللي بيملكها ميشيل وكاتي، يبقى هما المشتبه فيهم دلوقتي. وعلشان كده بودن بياخد المساعدة بتاعته وبيروحوا لهم للبيت. ولما بودن بيسألهم هما كانوا فين يوم الحادث، بيقولوله إنهم كانوا بايتين في فندق، وبيوصفوه على مكانه علشان لو عايز يتأكد بنفسه. ووقتها بودن بيسألهم طيب هل سمعوا أو شافوا أي حاجة غريبة يوم الحادث؟ ردهم بيكون لأ. ولما الضابط بودن مش بيلاقي أي دليل ضدهم بيضطر إن يسيبهم ويمشي. ولأن ميشيل كان لسه حاسس بالذنب بسبب اللي عمله، بيقرر إنه يروح للكنيسة وبيحكي للكاهن اللي هناك عن كل حاجة. وأول ما الكاهن بيعرف إن ميشيل معاه 2 مليون يورو بيطمع في الفلوس وبيقوله إنه ممكن يخبيهم عنده لحد ما الأوضاع تتحسن، أما بالنسبة للذنب اللي عمله فربنا بيسامح. ووقتها ميشيل بيطمن لكلام الكاهن وبيوافق إنه يديله الفلوس. وتاني يوم بيتم تكليف 2 محققين إنهم يمسكوا القضية بدل الضابط بودن. وأثناء ما كانوا بيفولوا عربيتهم بنلاحظ إن في شخص بيكون موجود في عربية وبيراقبهم من بعيد، وبنعرف إن الشخص ده هو زعيم العصابة بتاع كيرا ومراته اللي ميشيل قتلهم بالغلط، وبيكون جاي علشان يدور على شنطة الفلوس. وأول ما المحققين بيدخلوا جوه البنزينة، زعيم العصابة بيدخل وراهم وبيقضي عليهم هما الاتنين، وبعدها بياخد بطاقة واحد فيهم
وبيروح لبودن في اسم الشرطة على أساس إن هو المحقق اللي هيمسك القضية بداله. ولما بيطلب منه يسلمه القضية، بودن بيرفض وبيقوله إن النهاردة عيد الميلاد ومفيش وقت، وإن من الأفضل إنهم يأجلوا أي حاجة لبعد العيد. وبعدها بودن بيروح يقابل ميشيل وكاتي وبيعرفهم إن القضية مسكها محقق تاني غيره، واللي مش هيسكت غير لما يحل القضية، وساعتها مش هيرحم حد. فمن الأفضل إنهم يقولوا له الحقيقة دلوقتي يمكن يقدر يساعدهم. وبالفعل ميشيل بيعترف له بكل حاجة، وبيقول له إن مراته كاتي ملهاش علاقة بالموضوع، وإنه مستعد يسلم نفسه حالا لأن ضميره بيأنبه من ساعة اللي حصل. ولكن بودن بيقول له خليها بعد العيد أفضل علشان يكون احتفل مع أسرته. وأول ما ميشيل بيحكي له عن شنطة الفلوس اللي لقاها، بودن بيقوله إنه لازم يسلمه الشنطة دي حالا لأنها هتساعده كتير في تخفيف العقوبة عنه. وبالفعل ميشيل بيروح ياخد الشنطة من الكاهن وبيسلمها لبودن. ولكن لسوء الحظ زعيم العصابة كان بيراقبهم وشاف كل حاجة، واستنى لما بودن دخل لمكتبه علشان يحط الفلوس في الخزنة، وراح وجه السلاح ناحيته علشان يخلص عليه وياخد الفلوس. بس في اللحظة دي فجأة بتظهر فلورانس من ورا زعيم العصابة وبتنهي أمره تماما. ولما بيتحققوا من البطاقة بتاعته كويس بيعرفوا إنه ده زعيم عصابة وكان منتحل شخصية المحقق. وبعدها ميشيل وكاتي بيخرجوا مع بعض في ليلة رأس السنة، وبيفضلوا يتفسحوا سوا قبل ما ميشيل يسلم نفسه. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.